شفتوا اللي حصل في لوس انجلوس؟ شيء لا يصدقه عقل. بصوا الصوره دي والمنظر ده وتصدموا زي ما انا اتصدمت. دي صوره صورتها الاقمار الصناعيه لمدينه لوس انجلوس، شيء مرعب جدا لا يوصف. النار كلت 25,000 فدان واضطروا 130,000 نفر ورا نفر يسيبوا المنازل بتاعتهم والمساكن بتاعتهم من كتر الهدم والحرقان اللي حصل لهم. زي ده عم شريف، انت متاكد من الكلام اللي بتقوله دوت؟ ايوه يا ابني والله، حتى بيقول لك ان الخسائر بتاعتهم وصلت حوالي 250 مليون دولار. كل دولار ينطح دولار. فاكرين الراجل ده عمك جيمس بن الحاج وودز لما حصل الضرب على اخواننا هناك الغلابه المساكين، طلع وبيقول لك لا وقف لاطلاق النار ولا تسويه ولا مسامحه ولازم نخلص عليهم كلهم. يا ابن الذين، ده طلع ما عندوش قلب خالص الراجل ده. ايوه يا ابني، ما هو ربك ما بيسيبش. اسمع بقى، لما الدنيا ولعت هناك في لوس انجلوس طلع في حوار تلفزيوني، طلع يعيط ويبكي زي النسوان ويقعد يقول يا مصيبتي السودا انا ياما، يا مصيبتي السودا انا ياما، يا حسن السودا ياما، يا حسن السودا يا بيته ولع يابا، ما قدرش يستحمل. امال بقى اخواننا اللي هناك دول يعملوا ايه؟ ربنا يكون في عونهم يا رب. ده بيت ومش قادر يستحمل، امال البيوت دي كلها والناس اللي عماله تقع واحد ورا التاني ومحدش بيبص لهم. صحيح ربك يمهل ولا يهمل. واسمع يا عم، الحاج ترامب بيقول لك ايه هو كمان؟ بيقول لك لو ما رجعتوش الرهائن ايام اخواننا هناك لما كانوا خاطفين الرهائن، لو ما رجعتوش الرهائن لحد ما تولى الرئاسه الدنيا هتولع في الشرق الاوسط. انا هخليها جحيم. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. They're not back by the time I get into office. All hell will break out in the Middle East. فجاء الجزاء من جنس العمل. مش بقول لك يا ابني ربك يمهل ولا يهمل؟ زي ما ربنا ارسل على قوم عاد وقوم ثمود الريح والصواعق من فوق 7 سماوات، فربنا برضو ليه جند تاني غير الريح وغير الصواعق، زلازل والبراكين والنيران، كل دول جنود من جند الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك الا هو. يا سلام، الواحد قلبه بيستريح كده. ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. هي دي الدنيا، الكل سيموت، كل من عليها فان، فالصالح هيموت والطالح هيموت والمصلح هيموت والمفسد برضه هيموت، كله هيقف بين ايدين ربنا يوم القيامه ويقتص الله عز وجل من الظالم للمظلوم. النار والبراكين والزلازل دي كلها عذاب دنيوي، وان كان كبير عند الناس لكنه بسيط مقارنه بعذاب الاخره، ولعذاب الاخره اشد وابقى. اصبر شويتين، فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فأنت وأنا وهم الكل سيموت، ولكن يبقى الوقوف بين يدي الله عز وجل. كن صبورا ولا تعجل. مهما كنت مظلوم واتظلمت قد كده في الدنيا وما كان ربك نسيا، ولكن موعدنا يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم. بس كده وخلص الكلام. اوعوا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.